حان الحديث عن مجموعة هايل سعيد أنعم. مؤسس هذه المجموعة بدأ مع إخوانه بشكل بسيط في الزراعة وتجارة المواشي منذ أكثر من 75 عاما، ولكن الآن نمت هذه المجموعة لتقف تحت مظلتها أكثر من 87 شركة قيادية تعمل في مناطق مختلفة حول العالم، من السعودية، الشرق الأوسط، أفريقيا إلى شرق آسيا وبريطانيا، وبأصول تقيم بأكثر من 10 مليارات دولار. أنا أتحدث هنا عن مجموعة اعتمدت أسلوب إدارة يأخذ وبجدية بعين الاعتبار الأجيال القادمة. عبد الجبار هايل سعيد أنعم هو رئيس مجلس إدارة المجموعة منذ عام 2012. ولد هذا الأخير في محافظة تعز عام 1946. بعد تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 68، انطلق عبد الجبار في مسيرته المهنية من مكتب المجموعة في مدينة عدن. عام 85 انتقل للعمل في مكاتب المجموعة في لندن. بال2010 عين عبد الجبار عضواً في مجلس إدارة المجموعة ورئيساً تنفيذياً لها. يشغل عبد الجبار سعيد أنعم هايل عدداً من المناصب الأخرى، فهو رئيس مجلس إدارة شركة تضامن كابيتال في البحرين، ورئيس مجلس إدارة الرواد للخدمات المالية في السودان، وأيضاً رئيس مجلس إدارة ميدل لاينز في الخرطوم. قائمة الشركات التي يتربع على قمة هرمها كثيرة، منها ما هو في لندن، ماليزيا، أندونيسيا، مصر والأردن وسنغافورة أيضاً. وأنا لم أجد أفضل من قرية قرد مسقط رأس المؤسس لكي ألتقي بعبد الجبار هايل سعيد أنعم رئيس مجلس إدارة الشركة، لكي أعرف أكثر عن هذه المجموعة وهذه العائلة. وبطلب من نساء القرية لبست لباس يمني. عم عبد الجبار، كيف حالك؟ الحمد لله. أخيرا وصلنا لقرية قرد. يعني أنا استقبلوني النساء في بداية القرية، قالوا لازم تدخلي بالزي اليمني، فلبسوني الحجاب ولبسوني الزي اليمني، كتير حلو. الحمد لله، أهلا وسهلا بك. يعني الله يخليك الله إن شاء يخليك. الله. أنا شكلك الآن يمنية أصيلة. خلاص يمنية. فاضلني بس اللهجة. اللهجة قريبة إن شاء الله. قريب. طيب عم عبد الجبار، أنتم أخذتوا اللوجو تبع الشركة منها المدرجات الزراعية. هنا ولد المؤسس الحاج هايل سعيد. شو هو إحساسك لما بتجي هالقرية كتير؟ طبعا يعني احنا ولدنا في هذه القرية. يعني تكون الأجيال الأولى والثانية، وهي عندما نجي إلى القرية تعيدنا إلى الذاكرة، إلى القيم والعادات والأخلاقيات اللي نشأنا عليه في القرية، واللي تربوا عليه الآباء وغرسوها فينا بشكل قوي، ونحن نحاول نغرسها أيضا في أبنائنا وفي أحفادنا، لأنها قيم نبيلة وقيم يعني متأصلة تعكس بساطة القرية وتواضعها ومتانة هذه المدرجات وجبالها. ما هي أهم وصية أنت بتعتبرها خلاها لكم الحاج هايل سعيد؟ أهم وصية هي يعني التمسك بالقيم والأخلاق، التمسك بالدين اللي بيعكس أخلاقيات كثيرة، من الصدق ومن الأمانة ومن الوفاء ومن التواضع وحسن التعامل مع الآخرين. يمكن هذه اللي أكسبتنا، مش المال اللي سلنا. يعني هناك ناس كثيرين لديهم أموال يمكن أكثر مننا بكثير، وكما قلنا بالأخلاق يمكن أن تسعوا الناس بأخلاقكم ولكن لن تسعوا بأموالكم. في متحف سمعت عنه كثير ولازم نروح نشوفه، وكمان في أولاد عمك موجودين، في أولادك موجودين، وهذا يمكن حيعطينا فكرة عن كيف الترابط ما بين الجيل الأول الثاني والثالث والرابع. ممكن نروح نشوف؟ ممكن. تفضل. تلعب فيها وانت صغير صح؟ كانت طبعا ترابية في ذاك الوقت.
والعائلة كلها هنا. الدستور هو جميع أفراد العائلة يوقعوا عليه ما دام التحقوا بالعمل. ما دام التحقوا بالعمل، في سن معين ولا؟ يعني يخلص من دراسته فيجي على أساس إنه يوقع على الدستور. واللي يقدر يكسر قانون في الدستور صارت ولا ما صارت؟ لا، كيف بيكون التعامل معه؟ لم تصل، لأنه إذا صار في هناك شروط كيف ينظم برضه انكساره. كيف ينظم انكساره؟ أي. يلا بسم الله. كانوا قصار في ذاك الوقت ولا؟ لا كانوا طوال، لكن كانوا هذا عارفين يتعودوا على التواضع. هذه تقريبا 300 سنة. 300 سنة؟ أيوه. البداية من عدن في المجال التجاري كانت بسيطة جدا وصعبة للغاية، ولقد ساعد الازدهار الاقتصادي الذي شهدته اليمن في فترة الثلاثينات من القرن الماضي في تحويل تجارة التجزئة التي كانت تشهد نمواً مضطرداً في ذلك الوقت مصدر جذب لعائلة سعيد أنعم الناشئة. التوسع داخل اليمن بدأ في الخمسينات دخولاً في مجال الاستثمار الخدماتي عن طريق إنشاء شركة الشرق الأوسط للملاحة، ولكن نقطة التحول الفعلية أتت بعد التأميم مباشرة، حيث تحول مركز نشاط المجموعة إلى تعز، فكان تأسيس أول شركة صناعية مملوكة للقطاع الخاص في اليمن تنتج البسكويت. ولتعزيز التوسع الصناعي أنشئت لونغ غولف عام 1974 في بريطانيا. ففي الثمانينات شهدت المجموعة تقوية النشاط الصناعي في الخارج بما فيها دخول السوق السعودية. الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية كان في التسعينيات، والتوسع استمر إلى مناطق جغرافية أخرى. في 2011 بدأت عملية الهيكلة لتعزز المجموعة مكانتها العالمية. صناعات فرضت إنشاء صناعات أخرى بغرض التكامل، تقليص التكلفة وربح الوقت أيضاً. وفي 2013 احتفلت المجموعة باليوبيل الماسي، وهي الآن تقف كياناً اقتصادياً ضخماً يعمل في 80 سوقاً وبإجمالي 35 ألف موظف. عم عبد الجبار، احنا في تعز وعم بنشوف تقريبا المدينة الصناعية اللي تابعة لمجموعة هايل كلها ورانا. هنا انتقلتوا بعد في الستينات بعد ما صار التأميم وصادروا على كل ممتلكاتكم في عدن، وبدأتوا من الصفر تقريبا، يعني جيتوا وخاطرتوا وغامرتوا في قطاع صناعي كان جديد بالنسبة لكم. هل برأيك هالمخاطرة اللي صارت كانت يمكن أحسن مخاطرة قمتوا بها كمجموعة؟ عملية الصناعة جاءت بشكل عفوي وغير مخطط له، يعني نقول أيضا بتوفيق رباني. عندما كان الوالد وابن عمي الكبير مشوا في تعز، وكان هناك مظاهرة للطلبة في المدرسة لأنه لم يكونوا تحصلوا في ذاك اليوم على الغذاء اللي كان يجي من اليونيسف من المتحدة. من اليونيسف. فالوالد والأخ علي قالوا إن هذه يعني إذا كان هؤلاء الأطفال يعني يتعلمون ويطالبون بهذه الزبدة والجام والجبنة وغيرها، وعندما يتخرجوا لا توجد لهم فرص عمل، فلا بد من التفكير في إيجاد فرص عمل، وبدأت امتصاص البطالة، لأن هذا كانوا طلبة ريفيين. فبدأت الفكرة بهذا السبب، ولم يكن لدينا خبرة أساسية في الصناعة. كان عندنا الصناعة الحرفية في القرية. وهنا كانت المخاطرة. هنا المخاطرة كبيرة، مش المخاطرة في دخول المجال، المخاطرة إنه كانت في وقت كان لا زال الحرب قائمة في هنا. وضع كان سيء من الناحية السياسية والكل في هذه المنطقة اللي فيها المصانع، كان في هناك يعني من المخربين في هذه المنطقة، وكانت المنطقة هذه كلها جبال كبيرة يعني تلال عالية، بس تم تسويتها في هذه المرحلة. فعندما بدأنا هذه العملية كانت مخاطرة فعليا، لكن مخاطرة فيها تخطيط وفيها توكل على الله سبحانه وتعالى. كان عندنا احنا بالنسبة للاستثمار في اليمن إحساس بالمسؤولية الاجتماعية، يجب أن نعمل شيء من أجل نوجد فرص العمل للطلبة وللعاملين وللمواطنين.
هذا كان يمكن دافع أساسي، مش الدافع ليس فقط جمع المال، لأنه لدينا الحمد لله ما يكفي. وكانت ظروف اليمن الصعبة، لأنه مرينا في مراحل كان فيها ترشيد للعملة الأجنبية وعدم السماح باستيراد الخامات وغيرها. هذه كانت دافع آخر، لأن احنا نبحث عن فرص في الخارج برا. احنا حنروح معاك نكمل حديثنا في أول مصنع بنيتوه في نهاية الستينات بداية السبعينات، ومن ثم توسعتوا مصنع بسكوت للزيوت للديترجنت، صار عندكم بالطبع قوة صناعية هائلة. نكمل حديثنا هناك إن شاء الله. تقع تعز جنوب اليمن، وهي من المحافظات المهمة في اليمن. اليمن من الدول الأفقر في المنطقة، وتعز نالت نصيب الأسد منها، إذ أن نسبة الذين يعيشون على أقل من $1.25 للفرد يومياً في ارتفاع مخيف. تأميم الستينات كان وراء انتقال أعمال العائلة إلى تعز لبدء مشوار جديد وبناء أحد أضخم المجموعات المتعددة الأنشطة في المنطقة، ومنها بدأت المجموعة بأول مصنع للبسكويت. تشغيل هذا الأخير بدأ ب120 عاملاً، 80% منهم كانوا نساءً. اليوم تقف المجموعة على مدينة صناعية متكاملة. بسكويت في السبعينات في اليمن ما بتجي شوية؟ ما تجي. احنا فكرنا، لأنه كان بيستوردوا البسكويت، هذا النوع من البسكويت من بولندا. ففكرنا ما هي الصناعة اللي يمكن نعمل لها حلال بدل الاستيراد، مصنعة محليا. أيوة. فكانت هذه البداية بطريقة يعني كما قلت عفوية، لكنها كانت موفقة. طب سؤال هنا مهم، أنتم فقدتوا كل أموالكم ما تملكون بعدن، من وين جاء رأس المال؟ من وين جبتوا المساهمين؟ كيف صارت في ذاك الوقت؟ هنا كان كما قلت كان لنا ايضا عمل وتواجد في الشمال من الخمسينات، فكنا جزء من العمل لاجل القائم، وبدانا في عمليه يعني بتاسيس الشركه براس مال 4.5 مليون ريال، يعني $1,000,000 او كامل. وكان عدد المساهمين في البدايه قليل، يعني لا يتجاوزوا ال10، ثم مع المشاكل اللي قائمه انسحب كثير منهم، وكان يمكن 3 أو 4 مساهمين فقط. مساهمين. أيوة، كانوا متخوفين ومترددين. احنا قررنا ان نستمر في العملية مهما كانت النتائج، وعانينا في البداية. عانينا خسائر كثيرة نتيجة عدم وجود العمالة الماهرة. كان العمال هنا خاصة عمال الصيانة لا يستطيعون التعامل مع الآلات بالطريقة الحديثة، فكانوا يستخدمون يعني المطارق ولا هذا في عملية. كان في خسارة في السنة الأولى والثانية، خسارة كبيرة، لكن بعدها الحمد لله يعني اهتمينا بعملية المورد البشري والتدريب، وعدد كبير يدرسوا الآن في أمريكا وفي بريطانيا، فهذا يعني اهتمام بالتدريب وبالتعليم ثم التدريب ثم التأهيل لدى شركات أجنبية. لما بدأنا نتبنى أنه لابد بعد تخرج أنه يعملوا لفترة معينة بشركات أجنبية ليكتسبوا المهارة والخبرة في بيئة غير بيئة العمل في الأسرة هذه يعني مهمة، ونبدأ في التعامل معهم من السلم الوظيفي الأدنى من صغير حتى يتدرب، يعني بيدور على كل الديبارتمنتس عشان يعرف الشغل، عشان يعرف الشغل. أيوه. ونبدأ طبعا هم في فترة الدراسة نلمس اهتماماتهم وميولهم، ماذا يريدوا في أي مجالات، ونحاول نوفق بين احتياجات العمل وبين ميولهم الشخصية حتى يغطوا أيضا. عم جبارتن ذكرت شركة الكرتون، وأنتم الآن بتملكوا شركة قيادية في تصنيع الكرتون كاريجيتد كارتونز ببريطانيا. وجودكم هناك مهم لكثير أسباب. أول سبب لأنه أول توسع كلكم من اليمن كان في بريطانيا بالسبعينات. إحنا عاوزين نروح معك نشوف العمل هناك ونشوف طبيعة